واحدة من أهم أهداف الماسونية هي السيطرة على العقل البشري، والسينما والإعلام هي من أهم وسائل السيطرة في توصيل الرسائل للعقول البشرية. من هنا هنتكلم عن دور يوسف وهبي في تجسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في واحدة من أهم تجارب السينما، ودي اللي أكيد دورها ماسوني. قبل ما نعرف ايه هو دور يوسف وهبي، تعالوا نعرف يعني ايه هي الماسونية. الماسونية دي هي منظمة أخوية عالمية، المفترض ان هي منظمة سرية، بس الأكيد انها غامضة جدا. ده محدش عارف امتى ظهرت، لدرجة ان الماسونيين نفسهم مش عارفين امتى ظهرت ومين أنشأها. في القرن التمنتاشر أول مجمع ماسوني نشأ في لندن، بعدها في فرنسا وألمانيا. أمريكا عدد لا حصر له، في كل ولاية مجمع ماسوني. معناه الماسونية هي البناؤون الأحرار، ليها معنيين: المعنى البسيط اللي هو رمز حرفة البناء، المعنى الأعمق اللي بيرمز لرمز الغامض، دي علاقة الخالق بمخلوقه اللي بيدل على علاقة السماء بالأرض، دي بالمعناها نجمة النبي داود. أما رمز الماسونية العين الواحدة اللي هي محاطة بعين الشمس، أقاويل بتقول ده رمز العين الأهلية، وأقاويل تانية بترمز للمسيح الدجال اللي هيكون نبي في آخر الزمان، ودي أقاويل اليهود في كتابهم المقدس. أما دور يوسف وهبي في تجسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلا نبتدي حلقتنا، بس بفكركم باللايكس والشير والاشتراك فضلا منك وتفعيل الجرس. 1926 الفنان يوسف بيك وهبي المعروف عليه هو من أشهر فنانين المسرح في تاريخ مصر، كان قاعد في مسرحه وكان عنده زيارة مهمة لفنان ومخرج تركي اسمه وداد عرفي. الممثل ده أصله يهودي، كان جاي يعرض عليه دوره في فيلم هيقوم فيه بتجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفيلم ده من إنتاج شركة ألمانية ضخمة وهيتم إنتاجه في فرنسا. طيب ليه هم اختاروا بالذات يوسف وهبي عشان يقوم بتجسيد شخصية النبي؟ لأن يوسف وهبي كان ليه دور في المحافل الماسونية في مصر والوطن العربي أيام القرن التسعتاشر وبدايات نص القرن العشرين. كانت الحركة الماسونية وجودها في مصر والعالم العربي كان متعارف عليها وحاجة عادية خالص، وكانت متواجدة، كان عندهم صحف ومنظمات خاصة، وكان جماعات وأماكن تواجدهم اللي معروفة فيهم تابعة للماسونية. كانت دايما بتصدر بيانات خاصة بتعبر عن أفكارهم وأدائهم الماسوني وأهدافهم المعروفة في المجتمع. فجأة الملك أغلق كل المجتمعات الخاصة بالماسونيين عشان كان خايف على تهديد الأمن الوطني لمصر، لأنها كانت بتقوم بتجمعات خاصة، وكان معظم الجمعيات اللي بتقوم بصورة سرية ومتعددة. يوسف وهبي فعليا وكان معاه مجموعة من الفنانين والمشاهير والسياسيين اللي كانوا بينتموا بشكل واضح للحركة الماسونية في مصر. كان يوسف وهبي أساسا بيشرف على كتير من المحافل الماسونية. الهدف الرئيسي ليه كان بجانب الفن طبعا إن هو بيجذب عدد كبير من المشاهير والمعروفين للحركة الماسونية عشان المجتمع المصري يتفاعل ويطمن أكتر لوجود المحافل الماسونية في مصر وتبقى شيء عادي خالص. وكانت واحدة من أهم أهداف الماسونية هي السيطرة على العقول البشرية وتغيير المفاهيم. قصة الفنان يوسف وهبي بقى مع المخرج وداد غرفي اللي راح له المسرح سنة 1926، قال له إن في شركة ألمانية متخصصة في الإنتاج السينمائي هتنتج فيلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اختار إن هو هيقوم بدوره في تجسيد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أمام العالم، عشان يوسف وهبي أياميها كان من أكبر وأعظم وأقوى فنانين المسرح في مصر والوطن العربي. كمان قال له إن الحكومة الألمانية أخدت موافقة من الحكومة التركية على إنتاج الفيلم، لأن الفيلم كان إنتاج شركة مشتركة بين تركيا وألمانيا وهيتم تصويره بالكامل في فرنسا. ساعتها الفنان وداد عرفة بلغ يوسف وهبي إن كمان المصطفى كامل أتاتورك وافق على إنتاج الفيلم، وإن لجنة كبار العلماء في اسطنبول وافقت على إنتاج الفيلم، ووافقوا إن الفنان يوسف وهبي هو اللي هيقوم بدوره في تجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرح يوسف وهبي بالعرض ووافق على طول. بعدها بيومين عمل اجتماع في السفارة الألمانية اللي موجودة في مصر وكتب العقد، وقبض ساعتها مبلغ 10,000 جنيه، وده كان مبلغ أياميها بالملايين، ده كان سنة 26. تخيلوا المبلغ ده قيمته كام دلوقتي. اتنشر الخبر في جميع الصحف المصرية وكان ضجة جامدة جدا للشعب.
واتكتب خبر كارثة هيجسد يوسف وهبي دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن يوسف وهبي بيستعد للشخصية، وإنه كلم بعض مشايخ أصدقائه عشان يجيبوله بعض الأحاديث والمعلومات عن سيدنا محمد عشان يقدر يقرب جدا للشخصية وهو داخل الفيلم. الخبر ده نزل كده كارثة على الشعب المصري، وبدأ كتير من الدولة تتحرك. كان أولهم الأزهر الشريف، بعت رسالة لوزارة الداخلية بيطلب منهم منع سفر يوسف وهبي خارج البلد، ومنعه عن تجسيد شخصية النبي في الفيلم، وإنه لازم يتم التحقيق معه. وكان الملك فؤاد بعت رسالة توبيخ وتهديد شديدة ليوسف وهبي بيهدده بسحب الجنسية المصرية، ووزارة الداخلية بعتت له على طول وحققت معاه. وبعد التحقيق أرسلت رسالة للأزهر الشريف أكدت فيها إن يوسف وهبي خلاص اعتذر عن العمل، وإنه هيطلع بيان يعتذر من الشعب المصري وهيوضح فيها وجهة نظره، وإنه اعتذر عن الفيلم احتراما للأزهر والشعب المصري. بعدها بيوم أصدر فعلا يوسف وهبي البيان بالاعتذار، وإنه كان هدفه لتجسيد شخصية النبي هو الدفاع عن الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخطأ عن الدين الإسلامي في المجتمعات الغربية. قام قايم الأزهر الشريف وأرسل خطابا يبلغوا إن الدين الإسلامي في غنى تماما إن يوسف وهبي يدافع عنه أو يتصدر أساسا للمشهد، وبلغوا إن الحكومة الفرنسية بشكل رسمي إن هي ضرورة وقف إنتاج العمل ده تماما. وفعلا الحكومة الفرنسية وقفت تماما إنتاج العمل. فعلا يوسف وهبي اعتذر عن العمل، حتى إن الشركة الألمانية وقفت تماما العمل. بس الأكيد أيامها واللي كان معروف للناس والحكومة إن أهداف يوسف وهبي في المحافل الماسونية ما كانتش بسيطة كده عشان تنتج عمل سينمائي ضخم وفيه تجسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أساسا حياة يوسف وهبي جميعا مليانة أسرار وغموض كتير، لأن يوسف وهبي كان رئيس المحافل الماسونية في مصر. عشان كده اختياره في دور فيلم بتجسيد النبي وفي فيلم سينمائي ضخم ما جاش من فراغ. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.